السلام عليكم ميدل 2 حبايب قلبي، عاملين ايه؟ منورين الدنيا يا جميل. النهارده هناخد ليسون جميل جدا، وعايز اقول لك الليسون ده مهم جدا لانه حاجز مكان في الامتحان، في امتحان الشهر بتاع مايو وكمان في اخر السنه. تعال بص شوف احنا بنتكلم عن ايه. عن ليسون equation and inequalities of the first degree in one variable. يعني ايه one variable؟ يعني one unknown. يعني one ايه؟ unknown. يعني ايه يا مستر؟ برضو احنا مش فاهمين. حبيب قلبي الدرس ده احنا خدناه اصلا في ميدل 1، بس هنا في شويه تريكات كده صغيره بس هنظبطوها، وكده يبقى احنا برضو ايه ان شاء الله هيبقى تحت السيطره. طب تعالى بص كده نعمل ستريس بس على كلمتين الاول، اللي هو ايه؟ هنا بيقول لي first degree. يعني ايه first degree؟ ادي واحد. الحاجه الثانيه one variable. يعني ايه كلمه one variable؟ يهمني قوي ان انت تعرف التايتل بيتكلم عن ايه. يعني انا لما اقول لك كده مثلا انا عندي ايكويشن زي دي 2x plus 1 equal 5. تمام؟ ايكويشن هي ليه؟ عشان فيها ايه؟ فيها ايكوال. بعرف الايكويشن ازاي؟ بيبقى فيها علامه الايكوال. تمام. وفي واحده تانية اسمها 3x باور 2 minus 1 equal 7. جميل. وواحده كمان اهي بص كده معايا، يقول لي مثلا 4x باور 3 بلس 1 equal 9. جميل. وممكن واحده كمان لو سمحت، حاضر، يقول لي 2x بلس y equal 7. كل دي equations، بس انا عايز اعرف ايه الفرق ما بينهم يا مستر؟ هقول لك يا جميل ايه الفرق اللي ما بينهم. تعال بص كده يا جميل. بص لما يقول لي هنا حضرتك 2x الباور بتاعها 1، عشان كده دي بنسميها فيرست ديجري. يبقى مين اللي بيحدد الديجري؟ الباور اللي فوق فيرست ديجري، يعني هي الاكس 1. طب لو الاكس 2 هيبقى سكند ديجري. سكند ايه؟ ديجري. يبقى اكيد لو هي 3 يبقى ايه؟ ثيرد ديجري. صح. وعايز اقول لك ان هنا كله اكس. اكس يعني 1 unknown. يعني ايه 1 unknown؟ يعني ايه؟ يعني 1 variable. لكن تعالى لي هنا في اكس واي، يبقى هنا ايه؟ 2 على طول كده. 2 variable. يبقى 2 ايه؟ variable يا مستر، او 2 unknown. احنا بقى السنه دي شغالين على ايه؟ فيرست ديجري. اهو فيرست ديجري 1 unknown يعني اكس بس. هي دي الايكويشن اللي احنا شغالين عليها. تمام يا جميل؟ هي دي الايكويشن اللي شغالين عليها. او لو كانت انيكواليتي بس هنشيل الايه؟ الايكوال، واحط الانيكواليتي ساين. تعال نشوف بقى كده، نفتكر مع بعض اللي احنا كنا بناخده في ايه؟ في ميدل 1. تعالى يا جميل يلا بينا. هناخد هنا اكزامبل خفيف اهو. بيقول لي هنا حضرتك عندي هنا 3x بلس 2 equal 1. الجديد بقى ان احنا شغالين تحت المظله بتاعت مين؟ الريل نمبر. يعني ايه يا مستر ريل نمبر؟ ريل نمبر يعني معناها النيجاتيف، البوزيتيف، الفراكشن، الديسيمال، سكوير روت، كوبيك روت، بس ما عدا حاجه واحده، ان الروت يكون تحتها ايه؟ نيجاتيف. تعال نشوف الكلام ده هنا. لما اقول لك هنا ايكوال، هننزل ايكوال تحت ايكوال وننزل ال1. البلس هيروح ماينس يا مستر. جميل. هنا دي تايمز يبقى اوفر 3. تايمز يبقى اوفر يعني ديفايدد، يعني الكلام ده ايكوال اكس اهي. هنا 1 ماينس 2 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 3 بالكالكوليتر وتجيبها. جميل. يبقى اقول له هنا سوليوشن سيت ايكوال ذا سيت اوف نيجاتيف 1 اوفر 3. تمام. تعال نشوف المساله اللي بعديها. برضه نفس الكلام، نفس الفكره. ايكوال تحت ايكوال، هننزل ال5. الماينس يروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالبلس يا مستر. وهنا مستر تايمز يبقى اوفر 3. الكلام ده ايكوال اكس اهي. هات لي دي كده بالكالكوليتر هتطلع لي 3. يبقى هنا اقول له كده السوليوشن سيت بتاعتي ايكوال ذا سيت اوف 3. ايزي. تعال نشوف المساله اللي بعديها، نعلى بالليفل شويه. حبيب قلبي هنا بيقول لي ايه؟ هنا طبعا زي ما انت شايف ايكوال تحت ايكوال، بس قبل ما ادخل على كده لازم نفك الايه؟ البراكت ده الاول. نعمل ايه يا مستر؟ نعمل ديستريبيوت، يعني ال4 تايمز ال2 وال4 تايمز الايه؟ ال5. 4 تايمز 2 بيكوال 8x، وهنا ماينس 4 تايمز 5 يدينا 20. جميل. وهنا طبعا ده هينزل زي ما هو. احنا كده ظبطنا المساله بتاعتي. ايكوال تحت ايكوال. حبيب قلب والديك ركز معايا. هنا هننزل بلس 5 زي ما هي، وهننزل هنا 8x زي ما هي. وبعدين
ونيجي نبدل دولت كده، ده يروح هنا وده يروح هنا بعكس الساين بتاعتي. يعني هنا مثلا دي نيجاتيف 20 هتيجي هنا 20. تمام. ودي هنا بوزيتيف 3 x هيبقى ماينس 3 x. سهله جدا. ايكوال تحت ايكوال. هنا هيديني ايه؟ 8 ماينس 3 يدينا 5 x. وهنا هيديني طبعا 25. جميل. كمل بقيه المساله. ايكوال تحت ايكوال 25. هنا دي تايمز هتنزل ديفايدد، يعني الكلام ده هيدينا ايه؟ 5. يبقى الاكس هنا بايه؟ 5. وما تنساش تقول لي solution set equal the set of ايه؟ 5. سهله والله، جميله. تعال نشوف المساله اللي بعديها، واحده برضو زيها عشان ناكد عليها. يا ريت تركز معايا، الله يبارك لك. هنا هعمل ايه يا مستر؟ يا حبيب قلب والديك ايكوال تحت ايكوال، وبعدين ولا قبلين هننزل هنا ال6 زي ما هي اهي بلس 6، وهننزل هنا ال5 اكس. تمام. يلا بينا نبدل. يلا بينا يا مستر، يلا بينا نبدل. ده هيروح هنا بعكس الساين، وده يروح هنا بعكس الساين، بحيث ان الاكسات كلها مع بعض والنمبر مع بعض. هنا دي نيجاتيف 8 هتروح هنا تبقى 8 بس، وهنا دي بوزيتيف اكس يبقى نيجاتيف اكس. الكلام ده ايكوال. هنا 5 ماينس 1، ما هنا في 1 بس ما بيتكتبش. 5 ماينس 1 يدينا ايه؟ 4 اكس. وهنا هيدينا 14. يا حبيب قلب والديك هننزل ال 14 زي ما هي، دي تايمز هتبقى اوفر 4 يعني ديفايدد. طب يعني هنا الاكس ايكوال كام؟ ها هتقول لي 7 اوفر ايه؟ 2. طب ذا سوليوشن سيت ايكوال ايه؟ ها ايكوال ذا سوليوشن سيت ايكوال ذا سيت اوف 7 اوفر 2. كل ده موجود في الايه؟ في الريل نمبر. موجود الفراكشن، موجود النيجاتيف، موجود الديسيمال، موجود السكوير روت، موجود الكيوبيك روت. لكن لما تيجي تقول لي نيجاتيف تحت الروت، الكلام ده ما ينفعش، مش موجود في الايه؟ في الريل نمبر. وهناخدها ان شاء الله تاني بعد كده ان شاء الله لما نكبر. تعال نشوف اللي بعديه. يلا بينا. هنا بقى معلش هنعلب الليفل شويه، وركز معايا ينالك ثواب. تعال يا حبيب قلبي، بص يا جميل. هنا طبعا احنا هنعمل ايه؟ ايكوال تحت ايكوال، وهننزل الفور. هنا دي بالنيجاتيف هتبقى بلس 1، والكلام ده هنا دي تايمز ايه؟ سكوير روت لل5 تنزل تحت تايمز يبقى ديفايدد، يعني الكلام ده ايكوال 5 اوفر سكوير روت لل5. ادي اكس. لو انت تفتكر كده الترم اللي فات كنا احنا بنسيب السكوير تحت؟ لا طبعا. امال نعمل ايه يا مستر؟ على طول بنعمل حاجه جميله جدا، تايمز سكوير روت لل5 اوفر سكوير روت للايه؟ لل5. يعني الاكس ايكوال ده تايمز ده هيدينا 5 سكوير روت لل5، ودي تايمز روحه تطلع ايه؟ روحه. فاكر دي؟ وليه 5 تروح مع ال5؟ يعني الاكس هنا ايكوال سكوير روت لل5. يعني هنا ذا سوليوشن سيت ايكوال ذا سكوير روت لمين؟ لل5. معايا يا حبيب قلبي؟ تعالى يلا كده نكمل تاني يا جميل. يلا بينا. تعالى نشوف المسألة اللي بعديها. بيقول لي هنا حضرتك أول حاجة احنا هنعمل ايه؟ في براكت. إياك تسيب البراكت. أمال نعمل ايه يا مستر؟ فك البراكت. ده هيسلم على ده وهيسلم على ده. 6 تايمز روت 2 اكس يدينا 6 روت 2 اكس. تمام. ماينس 6 تايمز 5 ب 30 يا مستر. تمام ايكوال 3x بلس 5. فاكر احنا كنا بنعمل ايه؟ ايوه يا مستر فاكر. طب كنا بنعمل ايه يا حبيبي؟ دي هنثبتها زي ما هي، ودي هتروح الناحيه الثانيه ودي هنثبتها زي ما هي. ادي اكس، ده يجي هنا وده يجي هنا. طب ده هنا بالنيجاتيف هيروح ايه؟ 30، وده يجي هنا بايه؟ ماينس 3x. جميل. طب يا مستر انا عندي فكره حلوه قوي، هات لي ده كده بلس ده يدينا 35. جميل. هنا بقى عندي معلومه جميله جدا. ايه يا مستر؟ حضرتك مش عندي هنا اكس وهنا اكس؟ اوت، طلعها ايه؟ فاكتور اوت، هيطلع الاكس بره. باقي لي مين؟ 6 روت 2 ماينس 3. صح، جميل. طب وبعدين يا مستر؟ ولا قبلين هننزل ال 35 اهي، وده هنا تايمز الاكس اهو. صح يروح الناحيه الثانيه يبقى ايه؟ على طول ديفايدد. الله ينور عليك. اهو كده ماينس 3، وهنا ادي الاكس
يا حبيب قلبي هو احنا كنا بنسيب الروت كده؟ ده في عندي اكسبريشن وفي روت، كنا بنعمل ايه؟ تايمز الكونجيجيت. ها فاكر الكونجيجيت؟ تعالى يلا بينا نعمل تايمز اهو. تايمز الكونجيجيت بتاع الاكسبريشن ده، يعني بتنزل نفس النمبر ده بس تغير الساين، بدل نيجاتيف نخليها بوزيتيف. يعني هنا 6 روت 2 بلس 3، وبرده تحت نفس الكلام. ها فاكر الكلام ده؟ ايوه. يعني يا مستر الاكس ايكوال، يلا بقى واحده واحده، هات لي بقى ده كده تايمز ده اهو 35 وهنا 6 روت 2 بلس 3 اهي، وتحت هنا يا مستر الاولاني تايمز نفسه، يعني 36 تايمز 2 بيدينا ايه؟ 70. 6 تايمز 6 ب 30 ايه؟ 6. 36 تايمز 2 يدينا ايه؟ 72. وبعدين ماينس 3 تايمز 3 ب 9. تعالى بقى هات لي ده ماينس ده، هيديني ايه؟ يبقى الاكس هنا خلي بالك، ها يبقى الاكس ايكوال 35 سوري 35 وهنا 6 روت 2 بلس 3، تحت هيديني 63. مستر بقى هيعمل حركه جميله جدا، هيكسر دي، هي طبعا لو عملتها كالكوليتر يطلع لك الانسر على طول عشان تكون فاهم. هنكسر دي هيديني ايه يا مستر؟ 9 تايمز 7، وهتكسر لي دي هتقول لي 7 تايمز 5، 7 مع 7 باي باي، يعني الانسر هنا هيطلع لي ايه؟ بص ركز معايا، اكس ايكوال يلا بينا يلا بينا 5 ايه يا مستر؟ اكس 6 روت 2 بلس 3 الكلام ده اوفر 9 بس، وهو ده الانسر بتاعي. تيجي هنا قايل له بقى ذا سوليوشن سيت ايكوال ذا سيت اوف 5 وهنا 6 روت 2 بلس 3 الكلام ده اوفر ايه؟ 9، وتقفل الروت. تمام يا جميل؟ معلش هي مسألة تقيلة شوية بس دي آخر فكرة خلاص. تمام؟ يلا بينا نكمل. أنت فهمت الإيكويشن كويس؟ فهمته كويس. يبقى الإيكواليتي مش صعبة ولا حاجة بالنسبة لك، لأن نفس الستبس، نفس الايدياز، نفس الأفكار، نفس كل حاجة، الستبس هي مش هنغير حاجة. إزاي؟ تعال بص أهو. أولا بنعرف الإنيكواليتي إزاي؟ من العلامات بتاعته أهي، من الإنيكواليتي ساين، يا كده يا كده، او اور ايكوال او اور ايكوال. تمام، هي دي الفور انيكواليتي ايه ساين. بنعرف الانيكواليتي بكده اهو، زي دي كده مثلا. بتعمل ايه دي؟ يعني بدل ما يكتب ايكوال راح كاتب لي انيكواليتي ساين. هو ده الاختلاف، لكن الشغل هو اهو. هننزل الايه؟ الانيكواليتي ساين بتاعتي، هننزل التو، حضرتك دي بالبوزيتيف هتروح بالنيجاتيف اوفر ده تايمز، يبقى تحت ادي لي الساين بتاعتي. هنا هديني ايه يا مستر؟ يطلع نيجاتيف ايه؟ 2 بالكالكوليتر، يبقى هنا دي الاكس. هنا بقى الفكره الجديده بقى ايه؟ انا عندي هنا هستخدم الحل، هنا بقى هيكون مختلف. ازاي؟ لان الحل هنا مش هيبقى ست، امال هيبقى ايه يا مستر؟ هيبقى انترفل. يعني يا اما كلوز انترفل يا اما اوبن انترفل او هاف كلوز او ايه؟ اوبن انترفل. هي دي اللي احنا هنستخدمها. طب هنا يا مستر ايه الانسر بتاعي؟ يا حبيب قلب والديك، لما تكون الاكس في ظهر العلامه يبقى انا هستخدم ايه؟ يا اما انا هستخدم حاجه من الاثنين، يا اما نيجاتيف انفينيتي او بوزيتيف انفينيتي. لو الاكس في ظهر العلامه يبقى انا هبدا بمين؟ بالنيجاتيف انفينيتي، وبعد كده احط النمبر بتاعي ايه اللي هو ده. طب هنا مستر الانفينيتي النيجاتيف انفينيتي اوريدي كده كده مفتوح، ودي طبعا مفيش ايكوال هنا، يبقى دي برضو ايه؟ مفتوح. تعال نشوف المثال ده كمان عشان ياكد عليها. يلا بينا. هننزل الساين بتاعتي وادي ال 14، الماينس هيروح الناحيه الثانيه يبقى ايه؟ بوزيتيف. انزل نزل لي هنا هتبقى كام؟ 15 15 اوفر كام؟ 5 يطلع كام يا مستر؟ يبقى الاكس ايكوال 3. هنا بقى معلش الساين بص على الايه او بتحضن الاكس، يبقى انا هبدا بمين؟ يبقى انا دلوقتي هكتب مين المره دي؟ بس طبعا هكتب إيه؟ بوزيتيف انفينيتي الاول؟ لا طبعا هكتب ال3 الاول. هكتب ايه؟ ال3 الاول.
ليه؟ لان 3 هي الصغيره، لكن بوزيتيف انفينيتي هي الكبيره. كده كده الانفينيتي دي البوزيتيف دي مفتوحه، ودي برضو مفتوحه. ليه يا مستر؟ لان حضرتك مفيش ايكوال، يبقى برضو ايه؟ مفتوحه. يبقى نقول تاني solution set equal. هنا يا مستر حضنا العلامه الاكس، العلامه حضنا الاكس، العلامه حجز ايه؟ حضنا الاكس، يعني العلامه بص على الاكس، يبقى هنا هيكون ايه؟ بوزيتيف انفينيتي. تمام، بوزيتيف انفينيتي بتكون على اليمين، والنمبر ده يكون في الشمال. وبعد كده دي كده كده اوريدي مفتوحه، وهنا مفيش ايه؟ ايكوال، يبقى دي برضو ايه؟ مفتوحه. تمام تمام يا مستر. بص بقى شوف الاكزامبل ده. الاكزامبل ده بقى جديد، فيه فكره جديده. علشان لو تفتكر انت، لو تفتكر في ميدل 1 كنت دايما بقول لكم كده، لما يكون الاكس فيها نيجاتيف غير الساين كلها، لما يكون الاكس نيجاتيف غير الساين كلها. يعني نعمل ايه يا مستر؟ نغير الساين يا حبيبي. ازاي يعني؟ اهو دي هنا الفايف بوزيتيف خليها نيجاتيف، هنا دي نيجاتيف خليها بوزيتيف 4x. بس هنا بقى هتتغير. ليه؟ اصل الساين بتاعت الانيكواليتي دي شبه النيجاتيف والبوزيتيف، بتتغير هي كمان. طالما مغير تغير على طول، وشها كده يتغير وشها الناحيه الثانيه، وهنا دي نيجاتيف هتبقى بوزيتيف. بعد كده يا مستر اشتغل بقى عادي بقى اهو. انا بقول لك عشان تريح نفسك، لان النيجاتيف دي هتعمل لك قلق. ماشي يا مستر؟ ماشي ماشي يا جميل. يلا بينا. ها، هننزل 3. هنا دي نيجاتيف هتروح بوزيتيف يا مستر. يعني يا مستر هنا اهو بص كده معايا، مش دي تايمز هتنزل ايه؟ ها، اوفر. يطلع الانسر هنا كام؟ هتطلع 2. يعني الاكس هنا تطلع بالمنظر ده. حبيب قلبي الاكس هنا العلامه بصلها ولا ظهرها ليها؟ بصلها يا مستر. يبقى انا عندي هنا السوليوشن سيت ايكوال، هنا هيبقى فيه بوزيتيف انفينيتي، هيبقى ايه؟ انفينيتي. وهنا ادي 2 الصغيره. طب هنا يا مستر عند الانفينيتي كده كده مفتوحه، وعند ال2 في ايكوال يبقى مقفوله على طول. تعال شوف المساله اللي بعديها. يا مستر الاكس عندها نيجاتيف، غير الساين كلها. في ازاي؟ اهو دي بوزيتيف خليها نيجاتيف، ودي نيجاتيف خليها بوزيتيف، والعلامه باصه الناحيه دي، لا غير وشها. وبعد كده ادي 6. بعد كده جميل نزل الساين بتاعتي، وادي 6. هنا دي بليه؟ بالنيجاتيف هتروح بالبوزيتيف اوفر ده تايمز ينزل تحت. يا مستر تعالى كمل معايا. ها، هنا هيديني ايه؟ 4. يبقى هنا الاكس. حبيب قلب والديك، الاكس هنا في ظهر العلامه ولا العلامه بصلها؟ في ظهرها. يبقى انا هبدا بالنيجاتيف انفينيتي، وهنا الفور اصلا اوريدي نيجاتيف انفينيتي كده كده مفتوحه. تمام، والفور في ايكوال يبقى مقفوله، وهو ده يبقى الانسر بتاعي. معلش بقى لو احنا حبينا بقى، معلش في المسائل دي كلها حبينا نرسم النمبر لاين، ايه رايك؟ تعالى هنعمل ايه؟ بص بقى انا عايز افهمك. هنا مين؟ 2 اهي، ادي 2. وهنا ده رايح فين؟ هنا عند ال2 مقفوله ولا مفتوحه؟ ها، هتقول لي مقفوله. جميل. دي رايحه بقى عند البوزيتيف انفينيتي ولا النيجاتيف؟ لا عند البوزيتيف. يبقى تيجي اعملها كده وتعملها ارو وتيجي ايه؟ مظللها لي. صعبه دي؟ لا طبعا. تعال نشوف دي. ادي النمبر لاين بتاعي. ماشي يا جميل. وهنا مين يا مستر؟ ادي الفور. الفور دي مقفوله. طب معلش هستاذن حضرتك، انا اروح ناحيه البوزيتيف ولا ناحيه النيجاتيف؟ لا ده بيقول لي نيجاتيف، خلاص اهي انا رايح نيجاتيف. ونعمل الارو عشان دي الانفينيتي ونظلل يا مستر. بس خلاص، سهله دي، سهله جدا. تعال نشوف المساله اللي بعديها. يلا بينا يا جميل. ها، تعال بص يا قلبي كده في المساله. هنا برضه هنشتغل نفس الكلام. يلا بينا ونشوف هنعمل ايه. ها، هنعمل ايه يا مستر؟ هنا هننزل الساين بتاعتي، وبعدين ولا قبلين. ها، هنا في اكس وهنا في اكس. طب نعمل ايه؟ ولا حاجه خالص. هننزل نيجاتيف 5 اهي، وهننزل الاكس اهي. وبعدين ده هيروح الناحيه دي بساين مختلفه، وده يروح الناحيه دي بالساين المختلفه. ده هنا بالنيجاتيف هيروح بالبوزيتيف، وده هنا بالبوزيتيف هيروح بالنيجاتيف. وبعدين تعالى بقى هنا 1 ماينس 3 يدينا نيجاتيف 2x، وهنا هيديني ايه؟ نيجاتيف 3. يا حبيب قلب والديك، مش احنا لسه قايلين ما ينفعش نشتغل والاكس اصلا نيجاتيف؟ طب نعمل ايه يا مستر؟ غير ساين. هنا هتبقى 2x، ودي وشها الناحيه دي هتغير وشها، وهنا تبقى 3.
بعد كده يا مستر يلا بينا، هنا ادي 3 اهي، دي بالتايمز هتروح بالايه؟ بالديفايدد، وهنا دي الاكس. طب انا يا مستر دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز السوليوشن سيت. اقول له السوليوشن سيت ايكوال يا حبيب قلب والد ظهرها ليا يبقى نيجاتيف انفينيتي، وبعدين وهنا هنكتب له ايه؟ 3 اوفر 2، هنا مفتوحه اوريدي وهنا مقفوله عشان في ايكوال. عايز النمبر لاين لو سمحت. حاضر. طب ودي انا مستر الفراكشن ده ما اعرفش اعمله يا عم، ومين قال لك اعمله؟ اخبطه هنا، تعالى هنا ادي 3 اوفر 2، وتيجي عامل لي دي مقفوله، وتيجي حضرتك رايح ناحيه مين؟ النيجاتيف، وخلاص وظلل يا قلبي. بس كده مقبوله ودرجه نهائيه يا حبيب قلبي، مفيهاش اي مشكله خالص. تعالى شوف المساله اللي بعديها، يلا بينا. ها ركز مع المستر. تعالى يا حبيب قلبي، انا هعمل ايه دلوقتي؟ في براكت يا مستر لازم تفكه. 2 تايمز اكس يبقى 2 اكس، بلس 2 تايمز 3 ب 3 ب 6، تمام؟ ب 6. وهنا هننزل النيجاتيف اكس بلس ال 4. هعمل ايه يا مستر؟ ادي الساين بتاعتي، هنثبت ال 4، وهنا يا مستر ال 2 اكس، هنا دي بالنيجاتيف هتروح الناحيه الثانيه ونغير الساين، ها هيبقى بلس اكس، وهنا هيبقى ايه؟ نيجاتيف 6. تعالى بقى يلا جميل، هنا هيديني ايه؟ ما ترد عليا، هيديني ايه؟ ها 3 اكس صح، وهنا هيديني ايه؟ نيجاتيف 2. يا حبيب قلب والديك، مش احنا قلنا ده ينزل زي ما هو؟ وده بالتايمز ينزل ايه؟ يبقى اوفر على طول، وهنا يبقى الاكس. انا عايز بقى دلوقتي السوليوشن سيت ايكوال ظهر العلامه اهي، الاكس عند ظهر العلامه يبقى يا مستر نيجاتيف انفينيتي، وتيجي فاتحها، وهنا يا مستر هتعمل لي نيجاتيف 2 اوفر 3، هنا مفيش ايكوال تيجي فاتحها. يلا بينا على النمبر لاين، يلا يا جميل. ها هنا عايز مين؟ نيجاتيف 2 اوفر 3 اهي، نيجاتيف 2 اوفر 3 مفتوحه، وهنا طبعا رايح ناحيه النيجاتيف، ويلا بينا ظلل. بس خلصت يا جميل. يلا نشوف اللي بعديها. تعال بص بقى هنا فكره جديده، بس احنا اخدينها على فكره في ميدل 1. هننزل حضرتك اهي، وبعدين يا حبيب قلب والديك ده يعتبر ديفايدد، هيروح الناحيه الثانيه ايه؟ تايمز. جميل. وبعدين وتيجي نازل، يلا بينا هتدينا نيجاتيف ايه؟ 15. يلا نلعب مع بعض بقى. هنا هيديني مين؟ نيجاتيف 5 زي ما هي، ونيجاتيف 4 اكس. حلوه قوي. ايه رايك في المنظر اللي عندك ده؟ ينفع نشتغل بيه كده؟ لا، لان الاكس هنا بالنيجاتيف. طب اعمل ايه يا قلبي؟ على طول نغير الساين كلها. ازاي؟ هنا دي بالبوزيتيف هتبقى ايه؟ 5، وهنا دي بالنيجاتيف هتبقى ايه؟ بلس 4 اكس، والعلامه على طول تشقلط وتيجي كده صح، وهنا دي بالنيجاتيف هتبقى ايه؟ بوزيتيف. يلا بينا نشتغل بقى، يلا. ها هنا ال 15 بالبوزيتيف هتروح بالنيجاتيف، وهنا يا مستر تايمز هتبقى ايه؟ ديفايدد. يعني هنا يا مستر هنا هيديني 15 ماينس 5 10، 10 اوفر 5 هيديني 5 اوفر 2، تمام. وهنا مين يا مستر؟ ادي الاكس. يبقى هنا معلش السوليوشن سيت ايكوال، هنا العلامه باصه للايه؟ للاكس، يبقى انا هبدا بده الصغير اهو 5 اوفر 2، وهنا البوزيتيف انفينيتي اوريدي مفتوحه، ودي حضرتك مقفوله عشان في ايكوال. طب انا عايز النمبر لاين اهو يا جميل، اهو يا قلبي. هنا 5 اوفر 2 اهي، 5 اوفر 2 دي مقفوله اهي. طب انا هنروح هنا ناحيه النيجاتيف ولا ناحيه البوزيتيف؟ قال لي لا ده بوزيتيف، يبقى هنا كده وظلل يا جميل. خلصت المساله. تعال شوف اللي بعديها. هنا بقى بدأ يتشاق عليا بقى، بيقول لي طيب لو انا حبيت اعمل ديسكرايب للانيكواليتي، تعرف تنفذها لي وتحولها لي ماثيماتيكال اكسبريشن، ماثيماتيكال ستيتمنت؟ طبعا، امال ايه؟ عادي جدا. هو حتى بيقول لي هنا use inequalities to express عشان تعوض، عشان تعبر عنها، ويا ريت تعملها لي بالنمبر لاين كمان. بس كده من عينيا. تعالى يا سيدي، اول حاجه ادي الاكس يا جميل، تمام. وبعدين بيقول لي هنا less than or equal 3، less than يبقى الاكس في ظهرها or equal 3، جميل.
وهنا طبعا دي هتكون عكسها على طول. وهنا قال لي هنا greater than or equal، عشان كده انا عملت equal، وهنا نيجاتيف 3. طب ممكن نعملها بالانترفال اهو، ادي نيجاتيف 3 وادي 3، هنا مقفوله وهنا مقفوله. تمام. وعايزه طبعا نمبر لاين بس كده من عينيا اهو. نمبر لاين اهو، طبعا هنا الصغير اللي هو نيجاتيف 3، وهنا ال 3 تعمل لي هنا واحده مقفوله وهنا واحده مقفوله، توصل ما بينهم وظلل يا قلبي. خلصت. تمام. تعال شوف اللي بعديها. هنا بيقول لي ادي الاكس اهي، بيقول لي بتوين مين ومين؟ بيقول لي هنا بتوين الزيرو ومين والتن. طب انا عايز يا مستر بالانترفال اهي يا حبيب قلبي، مفتوحه من عند الزيرو والتن برضو مفتوحه، عشان ما فيش هنا ايكوال النمبر لاين. يا خبر ابيض، بس كده ادي الزيرو وادي التن مفتوحه مفتوحه، وصل ظلل. خلصت. تعال شوف اللي بعديها. ادي الاكس يا قلبي، بيقول لي هنا less than نيجاتيف 1 و greater than and greater than or equal نيجاتيف 8. وبعدين ولا قبلين، ادي النيجاتيف 8 الاول مقفوله طبعا عشان في ايكوال، وهنا عند النيجاتيف 1 اهي مفتوح. تمام. النمبر لاين حاضر من عينيا، ادي النمبر لاين، هنا نيجاتيف 8 وهنا نيجاتيف 1، هنا مقفوله وهنا مفتوحه، وصل ظلل. خلصت. كمل. تعال شوف المثال اللي بعديه. بيقول لي هنا برضو نفس الكلام، ادي الاكس يا مستر، هنا بيقول لي greater than or equal 0 less than مين؟ اللي ال7. عايز الانسر، عايز يا سيدي السوليوشن ست يكون عامل ازاي؟ اهي الانترفال بتاعتي. اول حاجه مين الصغير هنا؟ الزيرو، ابدا بالزيرو. ومين بعد كده؟ ال7. عندي ال7 ايه؟ مفتوح، وعندي الزيرو ايه؟ مقفوله. هات النمبر لاين. حاضر، ادي النمبر لاين. يلا ندندشها بقى دي. يلا هنا مين يا مستر؟ الزيرو، وهنا ال7. هنا مين؟ الزيرو مالها؟ مقفوله، وهنا عند ال7 مفتوح، وصل ظل. يلا يا سيدي كمل معايا، والله درس جميل وسهل. هنا بقى معلش هنتكلم بقى في الافكار بقى الايه دي، اقوى افكار عندنا ممكن تكون موجوده، بس سهله جدا لو انت نفذت اللي انا هقول لك عليه. بص يا حبيب قلبي، هنا بيعمل ايه؟ بص كده معايا. هنا عندي عندي تو انيكواليتي ساين، يعني كانها بالظبط تو انيكواليتي في مساله واحده. طب انا اعمل ايه عشان نريح نفسي؟ خبي دي كده وهننزل دي كانها ايه؟ انيكواليتي واحده من اللي احنا عارفينها. هننزل الساين، هننزل الفور، هنا دي بالماينس هتروح ايه؟ بالايه؟ بالبلس. وهنا ادي الاكس، نفس اللي انت عملته هنا هتعمله الناحيه الثانيه. انت عملت هنا بلس 2، هنعمل ايه يا مستر هنا؟ هتقول لي 2 نيجاتيف 3 اهو، ده اللي انا عملته. وبعدين ولا قبلين، انزل بالاكس، حط العلامتين بتوعك زي ما كانوا، وهنا هيديني كام؟ 6، وهنا هيديني كام؟ نيجاتيف 1. يبقى اقول له هنا كده سوليوشن سيت ايكوال نيجاتيف 1 و6. عندي النيجاتيف 1 مقفول عشان فيه ايكوال، وعندي ال6 مفتوح، وهو عايز كمان النمبر لاين اهو يا حبيبي. هنا النيجاتيف 1 وهنا ال6، هنا مقفوله وهنا مفتوح، وصل ظلل. خلصت المساله. تعال كمل معايا. شوف الفكره اللي بعديها. عايز اقول لك كل الافكار شبه بعضيها، بس هنا هنزود ايه؟ واحده لما يكون فيها تايمز. يعني هنخبي دي وهعمل ايه يا مس؟ هننزل الساين بتاعتي، ادي ال5، هنا دي ماينس 1 هتبقى بلس 1 اوفر 2. صعبه دي. نفس الكلام هعمله الناحيه الثانيه اهو، ادي نيجاتيف 1 هتبقى 1 ماينس 3 اوفر 2. نفس الكلام. ادي الاكس اهي، خلي بالك ما الاكس بقت وحيده لان النيجاتيف 1 راحت هناك بقت بوزيتيف، وال2 بقت ايه؟ ديفايدد. هنا مستر هيديني ايه؟ هدي 6 اوفر 3 2 يبقى ادينا 3، وهنا يدينا ايه؟ نيجاتيف 2 اوفر، يبقى هنا ايه؟ يدينا نيجاتيف 1.
طب انا عايز السوليوشن سيت ايكوال، ادي نيجاتيف 1 اهو، وادي 3. 3 هنا مقفوله عشان فيها ايكوال، لكن هنا دي مفتوحه عشان ما فيهاش ايكوال. نمبر لاين بالمره اهو. مين هنا؟ نيجاتيف 1. وهنا مين؟ ادي 3. هنا دي مفتوحه، دي مقفوله. وصل، ظلل. شكرا. تعالى نعمل نفس الكلام بقى هنا. شفت بقى هنا لعب معايا لعبة جامدة جدا، بس أنا عايز أقول لك إنها تحت السيطرة. فاكر لما المستر قال لك يا حبيب قلب والديك لما تكون الإكس نيجاتيف غير الساين كلها؟ حاضر. هنا تعالى معايا واحدة واحدة. هنا دي بوزيتيف فخليها إيه؟ نيجاتيف 3. وهنا مستر بق السمكة يروح كده؟ لا، يتغير يبقى كده. وهنا 3 تبقى نيجاتيف 3. وهنا دي تبقى بوزيتيف 5x. هنا الساين تغير وشها، وهنا نيجاتيف 13. كده مسألتك جاهزة للشغل. طب وبعدين خبي دي يا حبيب قلبي اهي، نيجاتيف 13. هنا عندي مين؟ نيجاتيف 3 تروح الناحية التانية تبقى بوزيتيف 3 اوفر 5. نفس الكلام اعمله لي هنا لو سمحت. يبقى يا مستر، يبقى هنا 3 ماينس 3 اوفر 5. هنا هيدينا الاكس، هيديني مين هنا؟ هيديني 10 اوفر دي يطلع 2، وهنا يطلع لي 0. انا عايز الانترفل بتاعتي او السوليوشن سيت. اقول السوليوشن سيت ايكوال هنا 0 وهنا 2. وبعدين ولا قبلين هنا مفتوحه، وهنا برضو ايه؟ مفتوحه. مفيش عندي ايكوال خالص خالص، مفيش ايكوال. يبقى هنا بقى النمبر لاين بتاعي. يلا بينا. هنا مين؟ ادي الزيرو، وهنا مين؟ ادي التو. هنا هنعملها مفتوحة وهنا مفتوحة. وصل، ظلل يا قلبي. وبكده اشوفك على خير ان شاء الله. يا رب كده يكون الدرس مفيد النهاردة بالنسبة لك، وركز وربنا يكرمك. هنا في سؤال جاي في الامتحان بتاع الشهر الجاي بتاع مايو وبتاع اخر السنة، درس مهم جدا. يلا اشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم.